بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب تالتة إعدادي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة يا شباب بنبدأ مع بعض يونت 7 lesson 1 و 2 من كتاب المعاصر نسخة 2025. تعالوا كده نبدأ مع بعض بالكي فوكابلري اللي هي المفردات الرئيسية. أول كلمة عندي هنا headphones بمعنى سماعات الأذن، وطبعا نخلي بالنا إن ال PH بننطقها F. invention بمعنى اختراع، ونخلي بالنا ان TION بننطقها شن. اب تطبيق، موتور بايك دراجة بخارية، هيليكوبتر طيارة مروحية، electricity الكهرباء، اكتب تحت السي الأولى K وتحت السي الثانية S. solar panels ألواح شمسية. translate يترجم، وخلي بالك translate ممكن نقول from زائد لغة to لغة تانية. فنقول لك I can translate، أنا أقدر أترجم from Arabic to English، أقدر أترجم من عربي إلى اللغة الإنجليزية. طبعا ممكن translate into يترجم إلى على طول، واللغة اللي أنا هترجم ليها مباشرة. speed بمعنى سرعة. عندنا delivery خدمة التوصيل، وهي جاية من الفعل deliver. deliver بمعنى يوصل. عندنا بعد كده businesses مشاريع أو أعمال تجارية. technology التكنولوجي. تعالوا كده نحل مع بعض البوب كويز ده. بيقول لنا هنا complete the following sentences using the words in the box. تعالوا نكمل الجمل ديت من خلال الكلمات اللي موجودة عندي في البوكس. قال لك delivery أول كلمة هنا بمعنى توصيل. helicopters اللي هي الطيارة الهليكوبتر. عندنا هنا موتور بايك دراجة نارية. عندي هنا translate يترجم، وعندي اب بمعنى تطبيق. قال لك I wondered هنا بمعنى تساءل. تساءلت if there is a service in this restaurant I want to order pizza. فأنا بقول هنا أنا بتساءل لو كان عندي خدمة delivery يعني توصيل. يبقى احنا كتبنا الكلمة الأولى. I asked Mr. أحمد to the text from English into Arabic. طلبت من أستاذ أحمد إنه يحول لي النص من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، فهنا هنحتاج كلمة translate. عندي بعد كده رقم 3 are like planes زي الطيارات. طبعا طيارات يبقى الإجابة هتكون عندي هنا helicopters. نمبر 4 my mobile phone has a. الموبايل بتاعي فيه ايه؟ فاضل عندي موتور بايك موتوسيكل وتطبيق اب. طبعا الإجابة هتكون هنا اب. بننتقل بعد كده لكلمات lesson 1. فأنا بقول هنا language لغة، push بمعنى يدفع وعكسها pull يسحب. عندي correction تصحيح، wings أجنحة، predict يتنبأ، واكتب كده جنبها كده علامة دالة على will. predict علامة دالة على will. أول ما تشوف predict في الجملة بتختار كلمة will. prediction تنبؤ برضو علامة دالة على will. machine بمعنى آلة. invent يخترع، واوعى تتلخبط ما بين invent و invite. invite معناها يدعو. عندنا translation ترجمة، resources مصادر، research بمعنى بحث وبيجي معها الفعل do research. results بمعنى نتائج. عندنا هنا shopping بمعنى التسوق، اونلاين متصل بالانترنت، type بمعنى نوع وتنفع يكتب على لوحة مفاتيح. يبقى خلي بالك type ليها معنيين، نوع ومعنى كلمة يكتب على لوحة مفاتيح. choice بمعنى اختيار، shop بمعنى يتسوق، try بمعنى يجرب أو يحاول، pollution بمعنى التلوث، واوعى تتلخبط ما بين pollution و population. population معناها سكان. benefits فوائد، او بمعنى يدين ولازمتها to يدين لي. عندنا coat بمعنى معطف أو بلطو. بننتقل للصفحة اللي بعد كده. عندنا هنا ال conjugation of irregular verbs اللي هو تصريفات الأفعال الغير منتظمة. فبنبدأ بكلمة build ماضيها built، الباست participle built. know knew known. speak spoke spoken. spend spent spent.
find found found. عندنا الديفينيشنز دي نخلي بالنا منها كويس جدا عشان بتجيلنا في الامتحان. اب بمعنى تطبيق، قال لنا a small computer program برنامج حاسوبي صغير that you can use واللي اقدر استخدمه on a mobile phone على الهاتف المحمول or other electronic device او اجهزه الكترونيه اخرى. موتور بايك بمعنى دراجه ناريه a form of transport شكل من اشكال وسائل المواصلات with two wheels بعجلتين and an engine وكمان محرك او موتور. هليكوبتر طيارة مروحية a form of transport شكل من أشكال النقل that flies والتي تطير using long thin parts on top of it باستخدام أشياء أو أجزاء طويلة ورفيعة في قمتها that turn round واللي بتلف بشكل دائري and round very quickly بتلف حوالين نفسها بشكل إيه؟ بسرعة، اللي احنا بنقول عليها الأجنحة بتاعة الطيارة الهليكوبتر. headphones سماعات الأذن a piece of equipment معدة that you wear واللي بلبسها over your ears فوق وداني so that you can listen to music عشان أقدر أسمع مزيكا without anyone else hearing it من غير ما حد تاني يسمع معايا. translate بمعنى يترجم اللي هي change words تغيير الكلمات into a different language إلى لغة أخرى. speed بمعنى سرعة how fast معناها ما سرعة something moves ما سرعة الشيء الذي يتحرك أو شيئا ما يتحرك. عندنا الكولوكيشنز المتلازمات اللفظية. عندنا طبعا have free time لديه وقت فراغ have money عنده فلوس have a choice لديه اختيار. عندي waste money يضيع الفلوس waste time يضيع المال، ونخلي بالنا waste time بيجي بعد منه فعل مضاف له ing، أما waste money on زائد حاجة من الاتنين يا إما noun اللي هو الاسم يا إما فعل مضاف له ing. عندي بعد كده save time يوفر الوقت و save money يدخر مال. عندنا go shopping يتسوق، طبعا خلي بالك do the أو some مع كلمة shopping، يا ريت نخلي بالنا من البوينت دي. يبقى أنت عندي هنا do the shopping أو do some shopping. طب مفيش the أو some مفيش do هختار go. عندنا هنا synonyms والantonyms. عندنا necessary ضروري بتساوي essential أو needed، عكسها unnecessary غير ضروري. famous مشهور، خلي بالك famous مشهور بيجي بعدها حرف الجر for. famous for بتساوي well known عكسها unknown. real بمعنى حقيقي بتساوي كلمة true عكسها false أو unreal. strong قوي بتساوي powerful عكسها weak بمعنى ضعيف. بعد كده عندي ال prefixes وال suffixes. prefix بمعنى بادئ، suffix بمعنى لاحق. طيب عشان بس اللي محدش يعرفهم يعني ايه البوادئ او البادئ. البادئ ده مجموعة حروف بكتبها في بداية الكلمة، مجموعة حروف تكتب في بداية الكلمة عشان تدينا معنى جديد. طب السفكسز اللواحق ديت برضو مجموعة حروف بس دي تكتب في آخر الكلمة مش بكتبها في الأول. تعالى كده، طبعا عندي ION دي suffix لاحقة ودي بتكون الاسم من الفعل أو الصفة. فأنا عندي هنا predict يتنبأ، ادتني prediction تنبؤ. invent يخترع، بقت invention اختراع. correct يصحح أو صحيح، عندنا هنا correction بمعنى تصحيح. عندنا اللاحقة full وديت بتجيب الصفة من الفعل، فأنا عندي use يستخدم، لما أحط عليها full هتديني useful مفيد. طبعا عندي زي كلمة helpful، help يساعد، helpful بمعنى متعاون. واللاحقة why ديت بتكون الاسم من الفعل، زي عندي deliver يوصل، بقى delivery توصيل. تعالى كده نشوف الأسئلة دي. أول سؤال بيقول لي opposite يعني عكس أو مضاد of the word real، عكس حقيقي. الإجابة هتكون هنا false غير حقيقي. going to the gym will make you muscles strong، إنك تذهب للجيم الصالة الرياضية هتخلي الماسلز، muscles هنا بمعنى عضلاتك قوية. كلمة strong كلمة قوي معناها means not a، معناها لا تعني ايه. خلي بالك عشان في فكرة means not، لا تعني ايه. الإجابة هتكون هنا
week. بعد كده number 3 قال لنا the suffix y اللاحقة y in the word delivery makes it a. طبعا لو بصينا على كلمة deliver يوصل، لما حطينا كلمة y بقى delivery توصيل. طب توصيل ديت بالنسبة لنا هنا ايه؟ noun اسم. studying your lessons regularly دراسة أو مذاكرة دروسك بشكل منتظم is necessary ضروري. فكلمة necessary ضروري معناها essential برضو معناها ضروري. number 5 the teacher wants our notebooks for correction. المدرس بتاعنا محتاج الكراسات بتاعتنا من أجل التصحيح. السفكس ion اللاحقة ion في كلمة correction forms بتكون ايه؟ الإجابة هتكون هنا noun اسم. طبعا نخلي بالنا من النوتس اللي موجودة في الريدنج والlistening. عندي أول حاجة will be able to معناها سوف يكون قادرا على. will be able to معناها سوف يكون قادرا على، ودي بستخدمها عشان أعبر عن القدرة في المستقبل. القدرة فين؟ في المستقبل. فالمثال ده بيقول لي I will be able to do all the shopping in one place. قادر أو أنا أكون قادر إني أعمل كل التسوق في مكان واحد. عندي بعد كده prefer ممكن يجي بعد منه فعل مضاف له ing أو noun اللي هو اسم. يبقى prefer بمعنى يفضل، بيجي بعد منه ing أو noun اسم. فبيقول هنا I prefer going to real shops in my city. أنا أفضل الذهاب إلى المحلات الحقيقية في مدينتي. طبعا هنا يبقى prefer جه بعد منه ing، يبقى التركيبة دي prefer جه بعد منه verb مضاف له ing. طب الجملة اللي بعد كده قال I prefer fruit. أنا أفضل الفاكهة. يبقى أنا عندي هنا prefer جه بعد منه noun اللي هو اسم اللي هو كلمة fruit. طبعا نخلي بالنا would prefer قال لك أول ما تشوف would مع كلمة prefer تلقائي كده لازم يكون عندك to plus infinitive. she would prefer to eat pizza. هي تفضل أن تتناول البيتزا. فاحنا نخلي بالنا كده إن would prefer بيجي بعدها يا شباب to وبيجي بعد منه infinitive. بننتقل بعد كده إلى prefer اسم أو فعل مضاف له ing to اسم أو فعل مضاف له ing. دي معناها يفضل شيء على شيء. فخلي بالك to هنا جاية بمعنى عن أو على أو على. فبقول هنا he prefers reading to watching TV. فهو يفضل القراءة عن مشاهدة التلفزيون. هو بيحب يقرأ وما يحبش يتفرج على التلفزيون. She prefers tea to coffee. هي تفضل الشاي عن القهوة، يعني بتحب تشرب شاي وما بتحبش تشرب قهوة. بالنسبة لنمبر 3 بقى عندنا هنا spend زائد وقت بيجي بعد منه فعل مضاف له ing معناها يقضي وقت أو يستغرق وقت. وخلي بالك التركيبة دي بتساوي take زائد وقت زائد to زائد infinitive. يبقى أنا عندك spend time ing هي take وقت to infinitive الفعل فين؟ في المصدر. فبيقول I don't want to spend lots of time traveling to the shops. أنا لا أريد أن أضيع الكثير من الوقت أو أقضي الكثير من الوقت traveling. فأنا عندي spend جه بعد منه وقت جه بعد منه ing. أما عندي هنا spend time with that شخص هنا معناها يقضي وقتا مع. هيجي بعد منه noun اللي هو إيه؟ شخص. غالبا بيكون شخص. فبقول other people like to spend time. وناس آخرون يحبوا أن يقضوا وقت with the friends مع الأصدقاء. فأنا عندي spend time with زائد شخص. عندي spend money on زائد اسم أو فعل مضاف له ing. she spends more money on clothes. هي بتصرف فلوس كتير على اللبس. أو he spends most of his money on buying books. أو هو بيصرف فلوس كتير أو معظم فلوسه على شراء الكتب. طبعا بيقول لنا لاحظ تستخدم businesses كاسم جمع معدود بمعنى مشاريع تجارية أو شركات أو محلات. فأنت كلمة businesses ده هنا اسم جمع. ده هنا اسم إيه؟ جمع. وتستخدم business كاسم لا يعد بمعنى عمل تجاري. فطبعا business نفسه لوحده اسم لا يعد، إنما businesses ده اسم جمع معدود بمعنى مشاريع تجارية أو شركات. عندنا بننتقل بعد كده للتعبيرات وحروف الجر. تعالى كده نشوف التعبيرات مكتوب فيها إيه. make you warmer يجعلك أكثر دفئا. make electricity يولد كهرباء. make people feel cooler يجعل الناس تشعر بالانتعاش أكثر. the latest technology أحدث تكنولوجيا.
do shopping online معناها يتسوق عبر الإنترنت. عندنا the least useful الأقل فائدة. make pollution يسبب تلوث، وممكن طبعا نقول cause pollution برضو يسبب تلوث. give your reasons بمعنى اذكر أسبابك أو مبرراتك. pass all my exams اجتاز في كل اختباراتي، وطبعا أنا محتاجة تعرف إن pass بتساوي succeed in. عندنا get hotter يزداد حرارة أو يزداد سخونة. get home يصل للمنزل بدون حرف جر. طبعا أما لو جبنا أي مكان غير home مع get في الحالة دي هنجيب to. get to زائد مكان ما عدا كلمة home. عندنا هنا حروف الجر. translate from into يترجم من إلى، طبعا عندي هنا لغة وعندي هنا لغة. push into the air يدفع في الهواء. at the speed of بسرعة. find out about يكتشف عن. stay at يمكث في. wait for ينتظر. عندنا طبعا wait for بيجي بعد منه مثلا اسم شخص او اسم اتوبيس مثلا. اما عندي wait to ينتظر لكي، وهيجي بعد منه infinitive. agree with بمعنى يتفق مع، وطبعا ممكن نستخدم disagree with لا يتفق مع. عندنا go down a road يمشي على الطريق. you are for أنت مع أو مؤيد. you are against أنت ضد. run at بمعنى يسير بسرعة، وهنكتب طبعا وحدة قياس السرعة كيلومتر per hour، كيلومتر لكل ساعة. عندنا هنا at the same time في نفس الوقت. طبعا ده النقاط الأساسية اللي موجودة في نصوص الريدنج. تمام، يا ريت تقراها كده كويس عشان هتساعدك في كتابة الباراجراف. تمام، بعد كده تعالى كده نشوف النص اللي موجود عندي. بيقول لنا this clever jacket uses an app. الجاكيت او السترة الذكية دي بتستخدم تطبيق to make you warmer لتجعلك اكثر دفئا when the weather is cold عندما يكون الطقس باردا. when these headphones hear another language لما السماعة دي تسمع اي لغة تانية they can translate it into your language بتقدر تترجم او تحول او تغير اللغة اللي بتسمعها السماعة بلغتك. عندنا هنا بيقول لنا change roads into solar panels غير الطرق إلى ألواح شمسية. This invention uses strong glass هذا الاختراع بيستخدم زجاج قوي that you can drive on واللي أقدر أسوق عليه and make electricity at the same time وتولد لنا كهرباء في نفس الوقت. طبعا نخلي بالنا وخصوصا طلبة language إن make بتساوي كلمة generate بمعنى يولد أو ينتج. الصورة الرابعة بيقول لنا is it a motorbike هل ده موتور بايك؟ is it a helicopter طب هل هي هليكوبتر؟ no this invention is half motorbike and half helicopter. الاختراع اللي موجود عندك في الصورة ده نص موتوسيكل ونص طيارة هليكوبتر. it can push you into the air بتقدر تدفعك في الهواء at the speed of a fast car بسرعة سيارة سريعة. النص اللي بعد كده بيقول لنا shopping online التسوق عبر الانترنت yes or no نعم أم لا. تعالى كده نشوف انجي هتقول ايه وباهر بيقول ايه. انجي بتقول هنا I love online shopping أنا بحب التسوق عبر الانترنت. shopping online is great التسوق عبر الانترنت رائع. firstly في البداية it saves me time بتوفر لي الوقت. I don't want to spend lots of time traveling to the shops مش عايز أقضي وقت كتير في التنقل أو السفر إلى المحلات. I can stay at home أنا أقدر أقعد في البيت and buy the things I want وأشتري الحاجات اللي أنا محتاجها أو محتاجاها in a few minutes في دقائق قليلة. Secondly ثانيا I have more choices online عندي اختيارات كتير عبر الإنترنت. Also if more people shop online وكمان لو ناس كتير تسوقت عبر الإنترنت there will be fewer cars هيكون عندنا سيارات أقل on the road على الطريق and less pollution وهيكون عندنا تلوث أقل. I will do all my shopping online when I am older أنا هعمل كل التسوق بتاعي عبر الإنترنت when I am older عندما أكبر. أما بالنسبة لباهر بيقول هنا إيه I prefer going to real shops in my city. باهر بيقول أنا أفضل الذهاب إلى المحلات الحقيقية في مدينتي.
Every time I buy clothes online كل مرة بشتري لبس عبر الإنترنت the thing that I buy is wrong الشيء اللي أنا بشتريه بيكون خاطئ. at أشوف في المحل I can see what I'm buying أقدر أشوف وأقدر أعاين اللي أنا بشتريه. and I can try it first وممكن أقيسه ممكن أجربه. also I don't like to waste time وكمان ما بحبش أضيع الوقت waiting for a delivery مستني التوصيل. I want things now أنا محتاج الحاجة اللي أنا عايزها دلوقتي. if everyone shops online لو كل الناس تسوقت عبر الإنترنت the shops in our towns المحلات اللي موجودة في مدينتنا and cities والمدن الكبيرة will close هتقفل. if they close وطبعا لو المحلات دي قفلت then lots of other businesses طبعا في محلات كتير أو مشاريع تجارية like cafes will close too في مشاريع تانية هتتأثر بالتسوق عبر الإنترنت وتقفل كمان. طبعا عندنا هنا يا شباب هنا ديت السكيل بتاعت مهارة الأسئلة في قطع الريدنج. فبقول لي هنا why does Angie think shopping online is great ليه إنجي بتعتقد ان التسوق عبر الإنترنت رائع. فهو كاتب لي إجابة مقترحة قال لي because it saves time and she has more choices online لأنها بتوفر الوقت وكمان بيكون عندها اختيارات كتير عبر الإنترنت. طبعا السؤال الثاني تعالى نتمرن. بيقول لنا why does باهر prefer going to real shops in his city طب يا ترى ليه باهر بيحب يفضل انه يذهب الى المحلات الحقيقية في المدينة. تعالى كده نشوف السبب. قال لنا اهو بيقول لنا هنا ايه at اشوب في المحل I can see what I'm buying انا اقدر اشوف اللي انا بشتريه and I can try it first واقدر اجربه في الاول. دي اجابة السؤال بتاعنا. طبعا في اجابات تانية ممكن تنفع بس طبعا اجابة برضو مقترح. عندنا هنا حوار ما بين mother الام واحمد. فمother بتقول احمد your plane will arrive in England at 11 o'clock قال لك طيارتك هتوصل انجلترا الساعة 11. طبعا نخلي بالنا arrive in بيجي بعد منه مكان كبير دولة مدينة قرية انما كلمة arrive at بمعنى يصل الى بيجي بعد منه مكان صغير زي مدرسة مطار مسجد الى اخره. فاحمد بيقول هنا who will meet me at the airport if the plane is late طيب يا ترى مين اللي هيقابلني في المطار لو الطيارة اتأخرت. فالأم قالت Uncle سامي will wait for you العم سامي سوف ينتظرك. Don't worry لا تقلق. فأنت خلي بالك don't worry هنا معناها لا تقلق. أحمد بيقول هنا What clothes will I wear if it is cold طب إيه اللبس اللي أنا هلبسه لو الجو برد. Mother قالت If you have a big coat لو عندك بلطو كبير You have a big coat أنت عندك بلطو كبير But it will be warm inside تمام بس طبعا المكان هيكون دافي. احمد بيقول who will I talk to if I don't know anyone at school طب هتكلم مع مين لو انا ما اعرفش حد في المدرسة. فالام قالت there will be lots of new students هيكون عندنا طلبة كتير they will be very friendly وكمان هيكونوا ودودين. طبعا friendly بتساوي كلمة kind عطوف. فأحمد قال what will the teacher say if I don't understand the lesson طب المدرسين هيقولوا ايه لو ما فهمتش الدرس. فمادر قالت he or she يا هو يا هي will help you to understand هيساعدوك انك تفهم. فانت خلي بالك انا عندي هنا ملاحظة ان help بيجي بعد منه مفعول و two options يا اما infinitive الفعل في المصدر يا اما to plus infinitive to زائد الفعل فين في المصدر. فاحمد بيقول what will I eat if I don't like the food طب هاكل ايه لو مش عاجبني الاكل. فمادر الام قالت aunt جودي will cook Egyptian food العمة جودي هتطبخ لك اكل مصري but you should try English food too بس انت لازم تجرب الاكل الانجليزي برضو. طبعا عندنا ده نص listening تمام المفروض ان احنا نسمعه. فطبعا اتمنى من حضرتك انك تقرأه تمام ولو محتاج في اي حاجة ممكن تكتب لي في الكومنت. تعالى كده نشوف التدريبات بتاعتنا. This message is written in German هذه الرسالة مكتوبة باللغة الألمانية. Can you it into Arabic ممكن تعمل ايه تخليها عربي. الإجابة هتكون translate بمعنى يترجم. Number 2 قال لنا the mobile phone is one of the most important of our age يا ترى الهاتف المحمول ده واحد من ايه الأهم ايه في عصرنا الحالي. فالإجابة هتكون inventions اختراعات.
طبعا age هنا معناها عصر. Number 3 I ordered a medium pizza. أنا طلبت بيتزا وسط but the egg was late. بس الدليفري كان متأخر. Number 4 I bought a new mobile phone with a that measures the temperature of human body. أنا اشتريت موبايل معاه اب، معاه تطبيق that measures، واللي measure هنا معناها يقيس the temperature هنا معناها درجة حرارة of the human body للجسد البشري. Number 5 I like to wear my A on the bus to listen to music. طبعا بقول لك أنا بحب ألبس A عشان أسمع مزيكا، فالإجابة هتكون عندي هنا headphones، سماعات. You shouldn't waste your time playing video games. ما تضيعش وقتك وانت بتلعب ألعاب فيديو، فالإجابة هتكون هنا waste. Number 7 Do you think that there will be many A in your English homework? هل تعتقد أن يكون عندك تصحيحات كتير في واجب اللغة الإنجليزية؟ Number 8 If the shops closed، لو المحلات قفلت then lots of other A like cafes will close too. طبعا أكيد لو المحلات قفلت أكيد في مشاريع تانية هتقفل، فالإجابة عندنا هنا businesses. 9 نقط بانلز. طبعا الكلمة اللي احنا واخدينها يا شباب solar panels، ألواح شمسية make electricity، بتولد كهرباء from the sun، من الشمس. فطبعا أنا اخترت السولار عشان كلمة بانلز، وكمان عندي كلمة sun اللي هي الشمس اللي هي الصفة منها كلمة solar. Number 10 قال لنا A has two wheels and engine، حاجة ليها فردتين كاوتش وكمان ليها انجن محرك، الإجابة هتكون هنا موتور بايك. Number 11 scientists العلماء will a car that doesn't make any pollution in the future. العلماء هيخترع لنا، فالإجابة هتكون هنا invent بمعنى يخترع. ما تتلخبطش طبعا ما بين invent و invite معناها يدعو، invest معناها يستثمر، تمام، وعندك intend هنا بمعنى ينوي. Number 12 قال لنا shopping online is great. تسوق عبر الانترنت رائع because it's not time، لأنه بيوفر الوقت، فالإجابة هتكون عندي هنا saves. بالنسبة لأسئلة الديفينيشنز تعريفات، نمبر 13 بيقول لنا A is a form of transport، شكل من أشكال وسائل المواصلات. هنطير تشويس وهنطير انفنشن عشان دول مش أشكال من وسائل المواصلات. ذات فلايز واللي بتطير، طبعا هنطير موتور بايك عشان الموتوسيكل ما بيطيرش، فالإجابة هتكون عندي هليكوبتر. نمبر 14 قال لنا is how fast ما سرعة، فالإجابة هتكون عندي هنا speed بمعنى سرعة. نمبر 15 قال لنا green buses and electric cars don't any pollution. طبعا خلي بالك كلمة pollution تلوث بيجي معاها كلمة make، فبقول لك green buses قال لنا الأتوبيسات صديقة للبيئة and electric cars والسيارات الكهربائية don't make any pollution لا تسبب أي تلوث، فأنا اخترت make مع كلمة pollution. You should stay home يجب أن تمكث بالمنزل أو تقيم بالمنزل، فالإجابة هتكون عندي stay at home يبقى بالمنزل. طبعا عندنا هنا ديت أسئلة بالنسبة لمهارات التحدث، تمام. الجزء ده مهم جدا وهيساعدك في حل سؤال المحادثة، يا ريت برضو تذاكره، ولو عندك أي حاجة أو أي مشكلة فيه ممكن تكتب لي في الكومنتس وأنا هرد عليك إن شاء الله. عندنا برضو الجزء بتاع predicting the future، التنبؤ بالمستقبل، واللي هو أنا بستخدم فيه will plus infinitive، تمام، بمعنى سوف. طبعا برضو مهمة جدا وهتساعدك في السبيكينج في حياتك عموما أو في حل سؤال المحادثة. برضو بالنسبة لمناقشة عن التسوق عبر الإنترنت، الأسئلة مكتوبة ومترجمة، يا ريت حضرتك برضو تذاكرها، ولو عندك أي كومنت أنا برضو موجود معاك. بالنسبة هنا لمهارات الكتابة، دي جمل هتساعدك، تمام، في كتابة الباراجراف. بالنسبة لما يجي يتكلم عن advantage and disadvantage، advantage معناها مزايا و disadvantage معناها عيوب التسوق عبر الإنترنت، فتخلي بالك برضو من الجمل ديت، يا ريت تقسمها كده وتحفظها كويس جدا لأنها برضو هتنفعك في كتابة الباراجراف. بعد كده يا شباب بنبدأ ننتقل لأول جرامر موجود عندي، هو أول حاجة كده بيعمل لنا remember على المستقبل باستخدام will، اللي احنا بنسميه future simple، المستقبل البسيط.
طب المستقبل البسيط ده ممكن نستخدمه ازاي؟ قال لنا بنستخدم will plus infinitive will زائد الفعل فين؟ في المصدر. فبيقول لي the headphones will be very useful. قال لك السماعات سوف تكون مفيدة. فطبعا انا هترجم لك كده will زائد الفعل فين؟ في المصدر. اما في حالة النفي بستخدم will not plus infinitive. will not زائد الفعل فين؟ في المصدر، واللي ممكن اختصرها الى كلمة want. The boy want to be able to ride the bike. الولد لن يكون قادرا على ركوب الدراجة. أما بالنسبة لصيغة الاستفهام عندنا هنا طبعا في سؤال اللي هو yes no question، السؤال بهل، اللي هو بيتكون من will زائد الفاعل زائد الفعل فين؟ في المصدر اللي هو الانفينيتيف. فلما اجي اسألك بقول لك will you go swimming next week؟ هل سوف تذهب للسباحة الأسبوع المقبل؟ فأنت ممكن تقول لي yes I will لو أنت هتروح، no I won't لا أنا لن أذهب. طبعا لو كان عندي WH questions سؤال بأداة استفهام بنحط الأداة الاستفهام بتاعتنا، وبعد كده will بمعنى سوف، عندنا subject الفعل وعندنا infinitive الفعل في المصدر. فأنا بقول لك where will you go tomorrow؟ أين سوف تذهب غدا؟ فالإجابة هنا قال لي I will visit my uncle tomorrow. سوف أزور عمي غدا. عندنا طبعا بنستخدم will، بيقول لك هنا ليه؟ قال لك للتنبؤ بالمستقبل بدون دليل. طبعا في استخدامات تانية كتير هنتفاجئ بيها ان شاء الله السنة اللي جاية في ثالثة اعدادي وكمان في المراحل الثانوية. فاحنا خلينا في اللي موجود عندي prediction without evidence، تنبؤ بدون دليل. فبقول لي هنا تستخدم will عند التنبؤ بأحداث في المستقبل بدون دليل واضح على حدوث الشيء، وتأتي معها كلمات مثل، طبعا خلينا الكلمات الدالة هقول لك عليها دلوقتي. لما اجي اقول لك هنا you will be a doctor، سوف تصبح طبيب. ايه دليلي؟ انا ما عنديش دليل، ده اسمه تنبؤ بدون دليل. لما اجي اقول لك حاجة تانية، لما اجي اقول لك your team الفريق بتاعك will lose the next match، الفريق بتاعك هيخسر المباراة المقبلة. في كلتا الأحوال أنا ما عنديش دليل، ده اسمه احتمال في المستقبل أو تنبؤ فين؟ في المستقبل. طبعا نخلي بالنا من الكلمات الدالة ديت. hope بمعنى يأمل، think بمعنى يعتقد، promise يوعد، be sure متأكد، expect بمعنى يتوقع، وpredict بمعنى يتنبأ. وعندنا كلمات تانية زي maybe ربما، probable محتمل، probably من المحتمل، perhaps ربما. وطبعا عندي كلمات دالة تانية زي كلمة tomorrow غدا، in the future في المستقبل، soon قريبا، next والعيلة بتاعتها بقى سواء next week الأسبوع المقبل، next month الشهر اللي جاي، next year السنة اللي جاي. طبعا نخلي بالنا يا شباب ان الحل اللي جاي ده كله بيعتمد على will. قال لنا that boy a famous architect in the future، الولد ده هيكون مهندس معماري مشهور in the future في المستقبل، فالإجابة عندي هتكون هنا will be. we will طبعا انت عارف ان will بيجي بعد منه infinitive، تمام؟ فانا عندي will فهختار fly لان fly ده الفعل في المصدر. I hope من ضمن الكلمات الدالة برضو على will، فالإجابة عندي هنا هتكون will win. I hope we will win the next match، أتمنى أننا نكسب المباراة المقبلة. نمبر 4 قال لنا they will، احنا اتفقنا ان will بيجي بعد منه infinitive مصدر، فالإجابة عندي هتكون do. نمبر 5 I think the headphones، أعتقد ان السماعات الرأس not very useful for traveling، فالإجابة هتكون هنا will be. طب أنا اخترت will be ليه؟ عشان موجودة عندي هنا think. نمبر 6 do you predict that the weather hotter in the future، هل تعتقد أن الطقس سوف يزداد حرارة في المستقبل؟ فالإجابة عندي هتكون will get. نمبر 7 what invention do you hope، ما الاختراع التي تأمل؟ we not in the future we will see in the future، سوف نراه في المستقبل. نمبر 8 do you think، هل تعتقد it will be easier to translate from Arabic to English؟ طبعا انا اخترت will يا شباب عشان موجود عندي كلمة think وعندي كمان كلمة next term تدل على كلمة will. نمبر 9 I agree that jacket أو that the jacket، أنا أوافق أن هذا الجاكيت أو هذه السترة want، وطبعا want بيجي بعد منه الفعل فين؟ في المصدر، فاختار برضو بي. what you do next weekend، طبعا عندي next weekend الأسبوع نهاية أو عطلة نهاية الأسبوع المقبل، طبعا كلمة تدل على كلمة will المستقبل. بعد كده بيقول لنا complete
تعالى كده نكمل باستخدام الكلمات الصحيحة. قال لنا I hope they building lots of schools in Egypt. طبعا انا عندي هنا يا شباب hope من ضمن الكلمات الدالة على will، ولازم يجي بعد منه الفعل في المصدر، ف will build. Number 2 I think our team. انا اعتقد ان فريقنا will win. سوف يكسب. Number 3 I think we will. هيجي بعد منه الفعل في المصدر، المصدر من doing do. Number 4 maybe من ضمن الكلمات الدالة على will، مظبوط، فالإجابة هتكون عندك هنا will make. Number 5 the match المباراة the machine the machine الآلة want هيجي بعد منه الفعل في المصدر، فالإجابة هتكون being. طبعا المصدر من being be want to be. Next month الشهر المقبل كلمة دالة على will، فالإجابة هتكون عندي هنا will be. السنة أو الشهر اللي جاي هكون في الصف الثالث للمرحلة الإعدادية. Number 7 scientists العلماء not finding new medicine in the future. طبعا عندي in the future في المستقبل كلمة دالة على كلمة will، فالإجابة هتكون عندي هنا will find. Number 8 do you think that we will invent. احنا متفقين ان will بيجي بعد منه infinitive، فالinfinitive من invents invent. She will probably بدل eating هتبقى eat. طب ليه كتبت eat؟ عشان عندي will بيجي بعد منه infinitive. Number 10 سامي will be 15. سامي هيكون عنده 15 سنة. طبعا عندي كلمة will دل على المستقبل، طبعا last بمعنى الماضي دل على الماضي، فأنا محتاج حاجة ليها علاقة بالمستقبل اللي هو التالي اللي هو أو المقبل، فالإجابة هتكون عندي هنا next. عندي بعد كده يا شباب بيقول لي remember تذكر، أو القاعدة الثانية اللي هي first conditional الحالة الشرطية الأولى، ودي بستخدمها للاحتمال. أول حاجة عندي هنا بستخدمها للاحتمال. طب أقدر أعملها إزاي؟ قال لي بستخدم if أو when، عندما أو إذا أو لو. هيجي بعد منه جملة مضارع بسيط. طب أنا محتاجك تراجع كده معايا المضارع البسيط بسرعة. المضارع البسيط ده أنا بقدر أكونه بجيب فاعل مفرد وحاجة من الاثنين أو حاجة من الثلاثة. مصدر بإس لو كانت الجملة مثبتة، doesn't زائد infinitive لو كانت الجملة منفية، is أو isn't سواء الجملة مثبتة أو منفية. يبقى أول حاجة في المضارع البسيط إني بجيب الفعل المفرد مصدر بإس، doesn't زائد مصدر is not. طب لو كان الفعل بتاعي جمع أو الضمير I مثلا، عندي هنا بتعامل بقى مع 3 حاجات. أنا قلت هنا مصدر بإس، لا أنا بستخدم مصدر بس. فعل جمع في حالة النفي هستخدم don't زائد الفعل فين؟ في المصدر. طيب في حالة النفي قال لك عند أو مع verb to be حضرتك هتستخدم are أو are not زائد تكملة الجملة. يبقى أنا رجعت كده معاك سريعا المضارع البسيط. طب والناحية التانية أو الجملة التانية أو جملة جواب الشرط إني بستخدم future simple اللي هو المستقبل البسيط اللي بيتكون من will زائد المصدر أو want زائد الفعل فين؟ في المصدر. وطبعا ممكن نعكس الجملة. هنعكس الجملة إزاي؟ قال لك بنبدأ بالمستقبل البسيط الأول، وبعد كده بنستخدم if أو when، وبعد كده جملة مضارع بسيط. طب أنا بستخدم النقطة دي كلها ليه يا شباب؟ أو بستخدم الجزئية دي كلها ليه؟ بستخدم الحالة الشرطية الأولى لتقديم الاحتمال. لتقديم الإيه؟ الاحتمال. تعالى كده قال لنا we use first conditional to express prediction. قال لنا بنستخدم الحالة الشرطية الأولى to express لكي نعبر عن prediction التنبؤ. يعني تنبؤ أحداث بنتوقع أنها تحصل في المستقبل بس مش معانا عليها دليل. فبقول هنا when هدى visits كايرو عندما تزور هدى القاهرة she will buy some new shoes هتشتري بعض الأحذية الجديدة. أو حسن will not use the internet to buy food when he is older. حسن مش هيستخدم الإنترنت لكي يشتري الطعام عندما يكبر أو ينمو. عندنا بعد كده بنبدأ الأسئلة بتاعتنا. فبقول لنا if mom more free time we will go out. لو الأم عندها وقت فراغ سوف نذهب للخارج. طبعا أنا عندي هنا if بيجي بعد منه مضارع بسيط والفعل المفرد بيحب الفعل بحرف اس، فنختار هنا هذا. if the children لو الأطفال أنا عندي if بيجي بعد منه مضارع بسيط، والمضارع البسيط أنا عندي هنا children أطفال ده اسم جمع، فالإجابة عندي هتكون هنا find. number 3 قال لنا هنا if I go to the shops on Saturday. لو أنا
ذهبت للمحلات يوم السبت، انا عندي if مضارع بسيط، يبقى الناحيه الثانيه عايز will، فالاجابه عندي هتكون هنا will buy. نمبر 4 if بيجي برضو بعد منه جمله مضارع بسيط، فبقول if he all his exams، فطبعا انا عندي هنا if وهي مفرد، فانا هدور على الفعل اللي اخره اس، فالاجابه هتكون عندي هنا bosses. what clothes if it is cold، يا ترى ايه اللبس اللي انا هلبسه لو الجو برد؟ انا عندي if مضارع بسيط، يبقى انا ناقصني هنا جمله will، طبعا ده سؤال فانا هستخدم will I wear. نمبر 6 if I to the shops، طبعا عندي I يعامل معامله الجمع، فالاجابه هتكون go، طبعا عند الناحيه الثانيه will. نمبر 7 if I help، طبعا عندي هنا if مضارع بسيط، يبقى الناحيه الثانيه ناقصني مظبوط، الاجابه هتكون عندي هنا well. نمبر 8 if she، انا عندي هنا if ويجي بعد منه مضارع بسيط، طب انا عندي she مفرد، يبقى الاجابه هتكون هنا shares، والناحيه الثانيه موجود عندي هنا will be. نمبر 9 هالة not good at English if she practices well، هالة هتكون كويسه في اللغه الانجليزيه لو بتمارس بشكل جيد، طب انا عندي if وانا عندي هنا مضارع بسيط، يبقى ناقصنا الناحيه الثانيه will زائد المصدر. نمبر 10 if احمد eat vegetables he want to be healthy، احمد لو ما اكلش خضار مش هيكون صحي، طب انا عندي هنا will وعندي if ناقصني مضارع بسيط، فالاجابه هتكون عندي هنا doesn't. طب ليه يا مستر ما اخترتش isn't؟ اولا isn't تمام ما يجيش بعد منه مصدر، isn't ما يجيش بعد منه مصدر خالص، انما doesn't هو اللي هيجي بعد منه الفعل فين؟ في المصدر. عندنا بعد كده الكوريكشن، اسئله الكوريكشن، طبعا نخلي بالنا القاعده اهي if مضارع بسيط كوما فاعل زائد will زائد الانفينيتيف الفعل فين؟ في المصدر. فبقول if علي comes first، لو علي جه بدري، او لو علي ياتي مبكرا او الاول، فالاجابه هتكون هنا he will feel. if we have free time، لو عندنا وقت فراغ we will go. if you didn't feel، طبعا you فاعل جمع مضارع بسيط منفي، فانا هستخدم don't. منى will look online، منى هتدور عبر الانترنت if a new phone when she بدل get هتبقى gets، لان when بيجي بعد منه مضارع بسيط في التركيبه بتاعتنا هنا دي. رقم 5 who will I talk to، مين اللي هتكلم معاه if I not know، ده مضارع بسيط منفي مع I، فالاجابه هتكون هنا don't know. نمبر 6 if I see Mark، لو شفت مارك I will ask him، هطلب منه يكلمك. we will be sad، هنكون زعلانين if we، طبعا if بيجي بعد منه مضارع بسيط، فالإجابة هتكون هنا get. what would you، طبعا هنشيل would ونحط أختها في الإثبات will. number 9 if he studies hard، لو هو يذاكر بجد he will get high marks، وطبعا في الآخر question mark، فالإجابة هتكون عندي هنا will he. number 10 what you do if you win a competition، يا ترى هتعمل ايه لو كسبت في المسابقة؟ if مضارع بسيط، يبقى انا ناقصني زي ما انت بتقول بالظبط كده will you do. number 11 سارة buy a car if she has enough money، سارة هتشتري سيارة لو كان عندها فلوس كافية، طب انا عندي if مضارع بسيط، يبقى انا عاوز هنا will زائد الفعل في المصدر will buy. تمام يا شباب؟ تعالى كده نحل أسئلة المحادثة اللي موجودة عندي. بيقول لنا هنا complete the following dialogue، تعالى نكمل الحوار ده. بيقول لنا هنا do you like shopping online، هل تحب التسوق عبر الإنترنت؟ فسامي هيقول له هنا yes I do، نعم أنا أحب التسوق عبر الإنترنت، تمام؟ فهيقول له علي هيسأله سؤال، هيقول له because it saves time، لأنه بيوفر الوقت، فالمفروض إن السؤال علي يقول له why do you like shopping online،
طب انت ليه بتحب التسوق عبر الانترنت؟ قال له because it saves time. فبدأ يسأله سؤال، قال له yes it's easy to buy things online. قال له ايوه سهل اني اشتري اشياء عبر الانترنت. فطبعا ده سؤال بهل. بنعمل ايه؟ بنعكس it مع الفعل المساعد اللي هو is. فهنبدأ نقول is it easy، هل الامر سهل؟ تمام، ونكمل الجملة بتاعتي. قال له what kind of things do you usually order؟ طب قال له ايه الحاجات اللي انت دايما بتشتريها؟ فممكن طبعا هو سايبها عندي هنا مفتوحة، فممكن نقول هنا I shop او I order، انا بأطلب. ممكن food طعام، ممكن clothes ملابس، and shoes وكمان أحذية. طبعا الإجابة مفتوحة ليك. بعد كده بيقول لنا do you think that we will do all our shopping online in the future؟ تمام، هل تعتقد ان كل التسوق بتاعنا هيتم عبر الانترنت في المستقبل؟ فسامي هنا ممكن يقبل وممكن يرفض. قال له I think we will have to go to the shops. انا اعتقد ان احنا برضو هنضطر للذهاب للمحلات. فهنا سامي بيعترض معاه، الكلام ده هنا في اعتراض، فيقول هنا I don't think so. انا لا اعتقد ذلك. بعد كده بنروح للمحادثة الثانية. عندنا منار is asking تلا about the invention she hopes to see in the future. منار بتسأل تلا على الاختراع اللي ممكن تشوفه في المستقبل. فمنار بتقول هنا what invention do you hope؟ ايه الاختراع اللي بتتمني to see in the future تشوفيه في المستقبل؟ تعالوا كده، هي ردت عليها إجابة. الإجابة اهي flying suits، بدل طايرة. فالإجابة هتكون هنا I hope، أنا أتمنى to see أن أرى flying suits، أن أرى بدل طائرة. فقالت flying suits، تمام، بدل طائرة، وبدأت تسأل سؤال. قالت a flying suit is a suit. هنا بدأت تقول لي هنا التعريف، تمام. فمنار مش فاهم، فتقول لها هنا، ممكن تقول لها what do you mean؟ قصدك ايه؟ تمام، ادي إجابة. وممكن تقول what is a flying suit؟ يعني ايه بدلة طايرة؟ انا عندي هنا اجابتين ينفعوا. قالت a flying suit is a suit with buttons، بزراير that you can press on، واللي ممكن اضغط عليها to move from one place to another، لانتقل من مكان الى اخر. فمنار قالت great، رائع، وبدأت تسأل سؤال. فتالا قالت yes I think it will be useful، ايوه اعتقد انها سوف تكون مفيدة. السؤال انا هكونه على الجملة دي، تمام. طبعا ده سؤال بيس في المضارع، فلما يجي يقول لي I think ابدأ على طول السؤال بتاعك do you think، هل تعتقد it will be useful؟ هل تعتقد انها سوف تكون مفيدة؟ قالت ايوه I think it will be useful. It will save a lot of time، هتوفر لنا وقت، and solve the problem of traffic، وكمان تحل لنا مشكلة الزحمة. What about you؟ وماذا عنك؟ تمام. فهتقول هنا المفروض ان منار بتعترض، فهتقول هنا I disagree with you، انا اختلف معك، او I don't think so، وانا لا اعتقد ذلك. تمام. فتالا قالت why do you think so؟ طب انت بتعتقدي كده ليه؟ تمام. فمنار قالت سبب، السبب موجود عندي تحت اهو it will be very expensive، هتكون غالية. تمام. فمنار قالت because it will be very expensive، لأنها هتكون غالية. فردت عليها قالت I agree with you، أنا أتفق معك. it will be very expensive but it will be a matter of time، ولكن الأمر ده مجرد وقت. بعد كده يا شباب بننتقل لآخر حاجة إن شاء الله النهاردة في درسنا، اللي هو general exercises on lesson 1 and 2، التدريبات العامة على درس الأول والثاني. طبعا ده
listening ده سؤال استماع. تمام، يا ريت تجهزوا نفسكم فيه، وممكن اي حد معاكم موجود في البيت يقدر يساعدكم فيه ان شاء الله. تمام، تعالوا كده نحل مع بعض السؤال التاني. بيقول لنا مازن is talking to علي who bought some clothes last weekend. مازن بيتكلم مع علي اللي اشترى بعض الملابس في الاسبوع الماضي او عطلة نهاية الاسبوع الماضي. تمام، فبيقول لنا مازن is talking to علي who bought some clothes last weekend. فمازن بيقول هاي علي، ازيك يا علي؟ where did you go last weekend؟ انت رحت فين عطلة نهاية الاسبوع الماضي؟ فعلي هيقول له هاي مازن، ازيك يا مازن؟ هيقول له I went shopping، انا ذهبت للتسوق. فمازن قال له shopping التسوق، وبدأ يسأله سؤال، قال له I bought a t-shirt and a pair of sunglasses، وكمان اشتريت زوج من النضارة. فمازن هيسأله يقول له what did you buy؟ طب انت اشتريت ايه؟ قال له اشتريت تي شيرت واشتريت نضارة. فمازن بيسأل سؤال، قال له I went with my brother، قال له انا رحت مع اخويا. فمازن سأله سؤال، قال له ايه بقى؟ انت رحت مع مين؟ او مين راح معاك؟ انا عندي هنا اجابتين او عندي هنا طريقتين للسؤال. فممكن نقول هنا who went with you، من ذهب معك، ادي اجابة. وتنفع who did you go with، مع من انت ذهبت. فبيبدأ مازن يقول له how did you go؟ طب انت رحت ازاي؟ ممكن نقول I went، لقد او انا ذهبت، by واي وسيلة مواصلات، الوسيلة اللي تعجبك. فممكن نقول car سيارة، تاكسي، باص. تمام، وممكن نقول on foot سيرا على الأقدام. مازن قال له did your brother buy anything؟ هل أخوك اشترى أي حاجة؟ الإجابة متروكة ليك. لو أنت قلت yes he did إجابتك صحيحة، ولو قلت no he didn't برضو إجابتك صحيحة. بعد كده بننتقل لسؤال اللي تشوز. فبيقول لنا هنا choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. السؤال الأول many cars on the road cause more ايه؟ سيارات كتير على الطريق بتسبب more pollution، تلوث كثير. scientists العلماء that we won't use oil in the future، العلماء بيعتقدوا أو بيتنبؤوا إن إحنا مش هنستخدم oil البترول in the near future في المستقبل القريب. number 3 قال لنا that can help you listen to music، مين اللي ممكن يساعدك تسمع للمزيكا؟ فالإجابة هتكون عندك هنا هيدفونز اللي هي سماعات الرأس. عندي بعد كده number 4 قال لنا the road isn't big enough for cars، الطريق ده مش كبير كفاية للسيارات. but you can go down it on a motorbike، ممكن تمشي عليه باستخدام موتور بايك، باستخدام دراجة نارية. number 5 قال لنا if everyone online، لو كل واحد تسوق عبر الانترنت. خلي بالك انا عندي هنا في فكرة للسؤال ده، الإجابة طبعا هتكون عندي هنا shops. طيب فكرة السؤال هنا ايه؟ اكتب كده معايا في الجزء اللي فوق ده الضمائر الغير محددة مثل someone، everyone، anyone، no one. الضمائر الغير محددة ديت يا شباب تعامل وكأنها اسم مفرد، بتعامل معاها كاسم مفرد، وطالما هي بيجي او بتعامل معاها كأنها اسم مفرد يعني يأتي بعدها فعل مفرد. طب ايه ملخص الافعال المفردة اللي موجودة عندنا في اللغة الانجليزية؟ اللي هي is و was في الماضي، is في المضارع، was في الماضي. عندنا has في المضارع، عندنا مصدر مضاف له is في المضارع، طبعا اس او اي اس او اي اس، طبعا انتوا عارفين النقطة دي. نمبر 6 عندنا scientists العلماء think that، طبعا خلي بالك think بيعتقد that this medicine ان هذا الدواء. طبعا think من ضمن الكلمات الدالة على well. تمام، طبعا عندي هنا won't be وعندي will be، دول اللي ممكن ينفعوا، فانا هطير ار وهطير ارنت.
useful for coronavirus. الدواء ده هيكون مفيد لكورونا فيروس ولا لن يكون مفيد لكورونا فيروس؟ قال لي هنا it's amazing انه مذهل، يبقى الاجابه هتكون هنا will be. Number 7 قال لنا I don't have many A this is the only solution. انا ما عنديش اختيارات كتير، ده الحل الوحيد اللي قدام مني، فكلمه اختيارات بمعنى choices. Number 8 قال لنا the internet is a great A. يا ترى الانترنت بالنسبه لنا هل هو discovery اكتشاف ولا invention اختراع؟ لا، الانترنت بالنسبه لنا اختراع. عندنا هنا نمبر 4 قال لنا in the future في المستقبل people traveled by rockets. في المستقبل الناس هتسافر بالصواريخ، فطبعا انا عندي in the future كلمه داله على المستقبل، فالاجابه هتكون هنا will travel، سوف تسافر. عندي بعد كده if Rana play well. لو رنا لعبت كويس she will win، ممكن تكسب. طبعا دي حالة if أولى، if مضارع بسيط والناحية التانية will، فالإجابة هتكون عندي هنا plays. if عماد goes to England. لو عماد يذهب إلى إنجلترا he will visit، سوف يزور لندن. Number 4 what would you do. ماذا سوف تفعل؟ فطبعا أنا عندي هنا would بدلها will، وعندي هنا if مضارع بسيط. Number 5 if I passed. احنا اتفقنا if مضارع بسيط، المضارع البسيط من passed مع I هتبقى الإجابة pass. if I pass all my exams. لو نجحت في امتحاناتي I will be happy. طبعا السؤال الأخير ده متروك لحضرتك، وطبعا مجاب في نهاية الكتاب، ممكن تحفظه، ممكن تقراه، ويفضل قراءة من أجل الفهم، وتكتبه بعد كده من دماغك. شوبينج أونلاين، التسوق عبر الإنترنت. وبكده يا شباب يكون خلصنا lesson 1 and 2 في unit 7، وانتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.